جميل أن نسمع، جميل أن نحفظ. قبل أن أدخل أحبتي الفضلاء في موضوع المحاضرة وصلبها، سأعلق على موضوع والله الذي لا إله غيره. ما يحصل حدث في الشارع تشوفه بسيارتك ولا في التلفزيون ولا خبر في الإعلام ولا تقرأ في جريدة إلا وقد فصل الله عز وجل فيه تفصيل لكل شيء. الذي فعل ماذا سيحصل له، والمفعول به ماذا سيحصل له، والله المشاهد ماذا سيحصل له لو فعل كذا، وماذا سيحصل له لو فعل كذا، تفصيلا لكل شيء. بالأمس تناقلت وسائل الإعلام والجوالات انتهت بمشهد حصل في سوريا. أسأل الله جل في علاه أن ينصر أهلنا في الشام، أهل سوريا يا رب العالمين. وما ذلك على الله بعزيز، ووالله إنه لآت. رجل دفنوه حيا، فالبارح الرسائل تجيني كلها اللي يتأوى واللي ولا ينامون. الرسائل تنزل دم مو بدم. ما رأيت مشهد أنا اليوم خرجت من صلاة الجمعة، فتحت المشهد فرأيت المشهد فقلت سبحان الله. اقسم بالله يا جماعة الآيات تراطمني كما تراطم الأمواج عن هذا المشهد. هذا المشهد فيه معاني عظيمة. المعنى لن أقولها بالترتيب، لكن من المعاني أنها حجة على حكام المسلمين أجمعين. والله ليسألن الله كل مسؤول ماذا فعل. سيسأل الله كل وزير، سيسأل الله كل فرد في البطانة، سيسأل الله عز وجل كل مسلم، كل على قدر طاقته، كل واحد على قدر طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأمر الثاني، بعض الناس يرى أن هذا رجل مسكين وهو يردد لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ما لي غيرك يا الله. هو المسكين ولا نحن المساكين؟ إن كان قد مات فسيفصل القرآن، الله أعلم من المسكين. كانت أمنية عظيمة عند النبي عليه الصلاة والسلام أفصح عنها لأصحابه عليه رضوان الله. أمنية كانت بخارج النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قالها أمام الناس. أمنية، أعظم أمنية عند أعظم رجل في خلق الله أجمعين، بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. إيش أمنية؟ قال وددت أن أقاتل في سبيل الله. يبدأ يقول فأنتصر، قال فأقتل ثم أعود فأموت ساجدا ولا أموت محرما ولا أموت حاجا، فأقتل ثم أعود، قال فأقتل. بعض الناس مسكين ما يفرق بين المات في ملعب كورة نسأل الله العافية، ولا مات تفريق الله يغفر له أجمعين، ولا مات بيغني، ولا مات على جرعة المخدرات، ولا واحد مات قتله أعداء الله وأعداء الدين يحاربونه على دينه حتى في آخر رمق كان قد مات، يحاربون في دينه، يبغون يقول كلمة ولو قالها فهو معذور، لأن الله جل في علاه يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لو قالها ما يلومه الله عز وجل، لكن سبحان الذي ثبت قلبه لا إله إلا هو. أقسم بالله ما أحد يقدر على هذا إلا الله. يحاربونه على كلمة يقولها فيقول لا إله إلا الله، نحسبه والله حسيبه. ما ثبته الله عز وجل
ليقتله سبحانه. يقول الله عز وجل، طبعا أنا قلت كلمة قبل قليل ما راح تصححني، قد يكون بعضكم استحى لكن لا تستحي. أنا قلت إن كان مات، صح ولا لا؟ والقرآن يقول ولا تقولوا. سبحان الله، يقول انتبه كلامك، تقول لمن يقتل في سبيل الله موت. شفت التهديد؟ واضح يا جماعة؟ أنا قلت إن كان قد مات، الله يقول ولا تقول قتل لكن لا تقول مات. واضح الفرق يا جماعة؟ واضح؟ قال الله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. يا رب رأينا انقطع النفس، تقطعت الأشلاء، تمزقت الدماء، يقول أنت بلا مات، بل أحياء. سبحان الله، حتى ما قال قولوا بل مقتول. واضح يا جماعة؟ الله يثبت أنه مقتول ويقول لا تقول أموات، وما كرر قضية مقتول عشان تنساها، قال لك بل ايش؟ بل أحياء، وعشان ما تقول لا كيف قال ولكن، لأن عقلك ما يوصل. ولكن ايش؟ ولكن لا تشعرون. انت تشعر انه مسكين، صح؟ طيب الآن أقسم بالله عز وجل أن من قتل في سبيل الله لم يمت وهو حي، يقين عقيدة بالله عز وجل. طيب أي حياة مثلنا فيها حزن وتعب؟ لا، قال الله جل في علاه ولا تحسبن الذين قتلوا، ما قال في سبيل الحرية ولا سبيل الوطن ولا سبيل الأرض، قال هذا الكلام لا ينطبق إلا على من قتل في سبيل الله. اللهم يا رب نسألك ميتة الشهداء وعيشة السعداء يا ذا الجلال والإكرام. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. وين أنا وياك عند أهلنا، أنا وياك عند أهلنا، هم وينهم؟